منع هذا الطفل من اللعب مع أقرانه أمام منزله خشية من سقوط جدار دائرة حكومية في أي لحظة. دائرة ماء شهداء العبيد تتخلى عن مسؤولياتها في حال وقوع جدارها المطل على قاطني الزقاق السكني بحسب ما كتبته الجهات المعنية على هذا الحائط. عذر أثار استياء الأهالي ووصفوه بأقوى من الفعل. هذا الحائط تابع إدارة بلدية الغدير، قسم مال مي يوزع للمنطقة. هذا الحائط لايحة مي، والحائط نزل زايد. اجى المدير هنا وحفر هذا شو اسمه، وطلعت وحاشيته وانا هذا بيتي وعنده اطفال. قلت له استاذ هذا الحائط لا يوقع علينا لا يفلشنا. قال والله انا غير مسؤول، وكتب على الحائط السياج معرض للسقوط، الدائره غير مسؤوله عن سقوط الحائط، واحنا عندنا جهال. يعني عذرهم اقوى من فعلهم. من المسؤول؟ زين هاي عوال منا عالم تفوت، واطفال تفوت مدارس عندك ورا، ومدارس عندك هنا اللي قدام، وخط مال المدارس منا يفوت. الأهالي هنا من الطبقة الفقيرة والمنطقة شبه معدومة الخدمات يتساءلون عن تنصل الجهات المعنية في بناء جدار آمن غير مكلف بحسب تعبيرهم. يعني هو حائط ما يكلف، يعني شي يكلف 3 ملايين 5 ملايين، ولا الدولة ما عندها، احنا نلمها من هاي الناس الفقرة. خلالكم نناشدهم ونناشد الأمانة، يعني نشوف حل لهاي المسألة قبل ما أن يقع حدث. ولبيان موقف الدائرة المعنية حاولنا لقاء مديرها لكنه لم يكن موجودا، ما اضطرنا إلى إجراء اتصال هاتفي معه وأكد لنا إن التخصيصات المالية حالت دون بناء الجدار والأمر متوقف على إقرار الموازنة. أنا حاليا متواجد في المحطة وحضرتك ما موجود، فيا ريت لو تعطينا موقفك. أنا بعيد نعم. بعيد يعني بالدائرة الرئيسية بالديوان. نعم. فعيني إذا تريد تبلغ الأهالي. نعم. إذا تريد تبلغ الأهالي حتى تصير الشاوى هم منهم للدائرة. لأن أنا كتبت، أنا قلت لك كتبت وعندي يردون ويطبون لي للموقع، ونرجع ويتأكدون من الكتاب وما المعاملات اللي كانت. شنو الشيء اللي موقف المعاملة؟ الموقف المعاملة صرف ماكو. لما تقرر الموازنة. على مود الموازنة. وهذا يعني أن صيانة جدار بطول 50 مترا يندرج في قائمة الأعمال المتوقفة على إقرار الموازنة. مضى أكثر من شهر على هذه العبارة التحذيرية التي رفعتها دائرة الماء في منطقة شهداء العبيد دون إجراء أي صيانة لهذا الجدار المعرض للسقوط في أي لحظة على المارة من هنا. صقر منذر، بغداد الأولى.